كنتكلموا على تهيئة التراب دونك اوتوماتيكمون كنتكلموا على الجهات، لانه المغرب اليوم كيتكون من 12 جهه اداريه اندستريال غيتجمعوا كاملين غيعطيونا واحد الجزئيه كبيره اللي هي بوقنات. واش اليوم عندنا راس المال البشري في داخل التراب ديال بوقنادل، يعني انه السكان الاصليين غيكونوا مجبرين وغيتفرض عليهم من خلال العجله الاقتصاديه والديناميه الاقتصاديه، بما انهم غادي يكونوا خارج الدائره الاقتصاديه. كنرسموا خارطه الطريق لواحد الديناميه اقتصاديه غادي ترجع بالنفع على الناس اللي كاينين في واحد المنطقه. واش يمكننا اليوم نعتمدوا على مكتب دراسات باش يدرس لنا واحد رابور جوستيفيكاتيف كيسمحش خصناش نطولوا باش يكون داكشي بسيط ودغيا نفهموه يكون خفيف الطريق كما كنقولوا. مستمعينا ومتتبعينا الاعزاء، اهلا وسهلا بكم ضمن برامج برنامج راديو المتنوعه وبرنامجكم الحواري الاسبوعي قل لي اش نعمل، اللي كيجاوب على التساؤلات ديال المواطنين اللي كتخص المساطر الاداريه. خلال الحلقات اللي فاتوا كان حاضر معنا في الاستوديو السيد المهندس المعماري ياسين اطراسي، واللي شرح لنا وبسط لنا مفهوم ديال تهيئه التراب وشنو هما المجالات اللي كيأثر فيهم. في هذه الحلقه ديال اليوم غادي نكملوا في المحور الثالث وهو النماذج اللي نماذج تهيئة التراب او المدن ولا ما عرفتش فعلا. دونك كنتكلموا على تهيئة التراب دونك اوتوماتيكمون كنتكلموا على الجهات، لانه المغرب اليوم كيتكون من 12 جهه اداريه. داخل اقطاب هذه الجهات هنالك مجموعه من هي ماشي جهات، هي ولايات. وكل ولايه عندها مجموعه من العمالات. فمثلا جهه ديال رباط سلاقنيطره، ولايه رباط سلاقنيطره فيها مجموعه من العمالات اللي هما 7. الا خدينا العماله ديال سلا كمثال، بما ان سلا مدينه مليونيه وسلا مدينه توأم مع مدينه الرباط، لان لدرجه انه مابقيناش كنفرقوا ما بين سلا والرباط، كاين واحد الديناميه جديده واقعه حاليا. هذه الديناميه هذه كنتكلموا اليوم على انه مجموعه من الاقطاب ديال الاندستري اجتمعوا كاملين في قطب واحد. دونك كانوا عندنا ديفريش اندستريال، ولا كانوا عندنا مجموعه من الجزيئات اندستريال غيتجمعوا كاملين غيعطيونا واحد الجزيئه كبيره اللي هي بوقنادل. واخا دونك بوقنادل اليوم غادي تستقطب استثمارات على المستوى الوطني، يمكن على المستوى الدولي، في واحد المجال حضاري كينطلق على مدى ديال 1400 قطار، بما في ذلك واحد 500 ولا 600 قطار دارت مع باتفاقيه شراكه ما بين الحكومه ومستثمر اجنبي. واخا الا جينا خدينا هذه الحاله هذه وندرسناها، واش اليوم عندنا الراس مال البشري في داخل التراب ديال بوقنادل باش يشتغل في هذا القطب هذا الاقتصادي الجديد اللي دار في مدينه سلا؟ هو السؤال الاول. السؤال الثاني، شنو هو المستوى المعيشي ديال الناس اللي كاينين في بوقنادل؟ واش السؤال اللي لقيتيني غنسولو لك، واش الناس ديال بوقنادل عندهم قابليه واش باش يندمجوا مع هاد الديناميه هذه الاقتصاديه الجديده؟ واخا هما حدا سلا، واخا هما حدا الرباط، واخا هما حدا قنيطره. فعلا. واش اليوم هذا الاقتصاد هذا وهذا النتاج الاقتصادي هذا غادي يرجع بالنفع اولا على الناس ديال بوقنادل، ثانيا على الناس ديال سلا، وثالثا على الناس ديال جهه رباط سلاقنيطره، او لا غادي يكون فيه واحد العمليه من جر الراس مال البشري المؤهل من جهات اخرى، وبالتالي غادي توقع واحد لو فينومين سي سكون ابل اون سونس هيومان سوسيال جونتريفيكاسيون، يعني انه السكان الاصليين غيكونوا مجبرين وغيتفرض عليهم من خلال العجله الاقتصاديه والديناميه الاقتصاديه، بما انهم غادي يكونوا خارج الدائره الاقتصاديه، انهم يهاجروا نحو اقطاب اقل جاذبيه باش يمكن لهم يلقاو واحد المستوى معيشي اللي كانوا فيه يا اما احسن. هما دائما الانسان ما يمكن لهمش يلقاو محسن. انا شوف يفو ات رياليست طونافي، باش يمكنك تلقى محسن خص يكون عندك المؤهلات باش انك تلقى محسن. دونك دابا السؤال المحوري الجوهري اليوم اللي خصنا نسولو راسنا كاملين،
وبصريح العبارة، واش حنا اليوم كنديروا التخطيط الحضري ولا كنديروا التهيئة الحضرية؟ واش كنرسموا تجزئات اندستريال او لا كنرسموا خارطة طريق لواحد الدينامية اقتصادية غادي ترجع بالنفع على الناس اللي كاينين في واحد المنطقه التريتوار. كنعرفوا انه نعطيو مثال اخر، الناس ديال تمارا والسكن السكن العشوائي اللي كان في تمارا تم التوجيه بهم نحو مدينة الصخيرات، ولا واحد شطر كبير منهم مشى للصخيرات. فاش مشى للصخيرات واش هاد الناس دابا السؤال اللي اليوم كيتدرس، واش اللي كندرسوه اليوم واللي كنبحثوا فيه هو انه واش الناس ديال اللي مشاو للصخيرات لقاو فرص الشغل ولقاو الادماج الاجتماعي، او لا فقط هي عمليه ديال توزيع واحد المشاكل كانت واحد البلاصه قريبه شويه للعاصمه، ودونك قمنا بالازاحه ديال داك الساكنه لواحد مدينه جديده اون اتوندون دو تروفي اون سوليوشن. واش هذا هو الحل؟ فعلا هنالك ظروف حتميه، وفعلا هنالك ضغوط، وهنالك مشاكل يجب ايجاد الحل لها. غير السؤال المحوري والجوهري هو انه داك الديناميه اللي وقعت داخل مدينه تمارا، وداك لونغيجيسمون او الغلاء او لا بريز دو فالور ديال الاراضي وديال المدينه ديال تمارا، واش تم اعاده استثمارها باش ندمجوا داك الناس اللي كانوا في داك المنطقه. دونك انا عطيت اليوم جوج الامثله، واحد غيوقع من هنا بعض الاشهر او لا ماكسيموم بعض السنوات، وواحد حنا كنعيشوه حاليا. دونك هنالك في هذه الحاله هذه اللي كنتكلموا عليها هنايا هاد جوج نماذج بسيطه. هنا شوف يفوا اتر سانسير، خصنا نكونوا صريحين شويه مع راسنا. هنا هذا ميدان تاثير الجغرافيين، بمعنى لانه في الجغرافيا فين كتلقى ملتقى الاقتصاد، الاجتماع، السياسه، واتخاذ القرارات على مجموعه من الاصعده. لانه هاد الديناميه هذه داخل هاد التراب اللي كنعيشوها اليوم، شكون هو صاحب هذا القرار؟ واش يمكننا اليوم نعتمدوا على مكتب دراسات باش يدرس لنا واحد رابور جوستيفيكاتيف على تهيئه التراب، وواحد القرارات كتقيس مباشره مئات الالاف ديال الناس، الاسر ديال الاسر والناس؟ هذا هو السؤال المحوري. وهذا نعطيت واحد المثال من مجموعه من الامثله اللي كتقيس تهيئه التراب. شوف ماشي انا نقول واحد النقطه في التصريحات ديال الناس اللي كانوا يحولوهم من الصخيرات لهذا. شحال من واحد هاد الهضره اللي قلتي ديال انه انا حياتي هنا، قريت هنا، خدام هنا، انا كي غندير دابا باش نمشي. كاينين الناس اللي ماتوا بالفقصه ماتوا بالفقصه ديال هاد المساله، ماتوا بالفقصه. بون انا ما نوصلش لهاد نقول انه سبب، الا انه عامل مهم ولا مؤشر مهم يجب ان يؤخذ بعين الاعتبار. طرت ليه البال. هذه هي النقطه المهمه، لانه شوف من كيكون عندك واحد لو تيسيو فراجيل او واحد الشريحه من المجتمع اللي هي هشه، انت في هذيك الحاله كتعتبر انك جراح غادي دير واحد العمليه جراحيه لواحد التريطوار، ولكن ما ديريش لا البنج بلا بنج. دونك تماك خص لوبيراسيون ديالك تكون تري سيبلي، حيت راه ماشي شوف راه ساهله نهزك انت نقولك سير لها، وين من نهزك انت سير لها شنو كيفاش شنو هي عمليه التتبع، ومني غنحيدك انت ونديك لهيه بلاصتك شكون غيعمرها ولا كيفاش غنديروا هذا. انا هنا راه ما كنتكلمش حتى على السلم الاجتماعي. السلم الاجتماعي داك بوحدو عنده الناس الاختصاص ديالو. انا هنا كنتكلم لك على الديناميه الاقتصاديه. راه حتى انا بالنسبه لي الا كان واحد الشخص عنده فرصه الشغل وفرصه العمل ومدمج داخل المجتمع،
فاوتوماتيكمون كيساهم بطريقه مباشره في العجله الاقتصاديه. يقدر هذه يكون المساهمه ديالو ضئيله ولكن قليل ومداوم ولا كثير ومقطوع. دونك انا هذا هو التصور اللي كنتكلم عليه اليوم. الا كنا حنا في واحد الاطار غادي نقوموا بواحد لومبيليسمون ديال واحد التيريتوار او تجميل واحد تأتيت واحد المجال الحضاري من ناحيه ديال التخطيط الحضاري، ولكن اون كونتر بارتي ما غنساهموش في خلق فرص شغل وما غنساهموش في حل مجموعه من المعضلات. هذوك المعضلات راه كما بغينا وكيف ما كرهنا غادي يرجعوا واحد النهار بتجليات اكبر واقصى داخل ذاك المجال الترابي. واخا يخرجوا من واحد الدائره ويدخلوا دائره اخرى، راه حنا دائما في نفس الديناميه. دونك هنا هذا هو النقطه المهمه، وهذا هو النقطه اللي كنتكلم عليها، وهذا هو بيت القصيد، هو من الامور اللي خصنا نردوا لها البال. دونك نتمنى ان نكون وضحت بعض من التجليات ديال تهيئه التراب، وفعلا حنا راه غادي نتكلموا على هادشي في حلقات مقبله اكيد طبعا. غادي غير الوقت ما كيسمحش خصناش نطولوا باش يكون داكشي بسيط ودغيا نفهموه، يكون خفيف الطريق كما كنقولوا. ندخلوا في انطقه اخرين ان شاء الله، غنتكلموا على مجالات اخرين وغنتكلموا على مشاكل اكبر واكثر تاثيرا داخل المجال الترابي. الا انه المهم هو اننا فهمنا هاد تهيئه التراب. كما قلتي الناس كانوا كيسمعوا ما كيفهموش شنو هي تهيئه التراب، ولكن هي شامله هزه معها بزاف ديال كما نقولوا مجالات اخرين وجهات اخرى. اذا الحلقه ديال اليوم سالات. شكرا سياسين على هذه التوضيحات اللي عطيتينا، المهندس المعماري وكذلك الباحث في الجهويه المتقدمه. شكرا جزيلا على تلبيه الدعوه. انا راه الاشاره. بارك الله فيك. اذا المستمعين ومشاهدينا الحلقه ديال اليوم سالات، غادي نتلاقاو الاسبوع المقبل في موضوع جديد. السلام عليكم. وعليكم السلام.